هاد القصه اللي غنحكي لك وقعت ما بين 2001 2002 وحاضر لها انا شخصيا. كنت مشيت انا وشي اصدقاء ديالي، مشينا سافرنا لمدينه الصويره لواحد الرحله، وحنا راجعين في الطريق وقف بينا الكار في واحد المحطه صغيره في واحد الفيلاج. نزلنا نتغداو، اللي باغي يتغدى، اللي باغي يشرب قهوه، اللي باغي يصلي، ما عنيناش. خدينا غدانا جالسين، واحد اللحظه وقفات واحد الطوموبيله زيبرا غولف في القرونه. عرفتي شنو هي زيبرا غولف في هذاك الوقت؟ يعني زيبرا والحوليه اللي راكب فيها في هذاك الوقت، راه حنا كشباب كنا كنحلموا بها في هذيك اللحظه، هي اخر ما كاين. باقي نعقل على هذيك السياره، كانت في القرونه. نزل منا واحد شاب وسيم لابس واحد الشوميزان سكوم، ونزلت حداه الزوجه ديالو بنت صغيره في العشرينات، لابسه الرومي ولكن باينه على عروسه، ناقشه يديها ودايره واحد الخاتم ديال المارياج. المهم ملي نزلوا جميع الانظار تشهد ليهم. المهم دخلوا جلسوا، طلب هو قهوه وطلبات هي مناضه. في هذيك الفتره كانت الشركه ديال كوكاكولا دايره الربحه، كتربح المواطنين المغاربه الماطر. مسابقه خصك تلقى في البوشون ديال المناضه تلقى كيدون المواليد ديال التسعينات والتحت، راه عاقلين على هذه الفتره هذه. كان كارسون ولا مشيتي لعند مول البقال خديتي قرعه المناضه ممنوع يحلها، كيعطيها لك مسدوده لان الربح هذيك الساعه كاينه. وديك الساعه ملي كتلقى كيدون كتمشي الشركه ديال كوكا كيخيروك ما بين تاخذ موتور ولا تاخذ فلوس 3500 درهم. بالنسبه للناس اللي كبار ولا الناس اللي عندهم يديروا بموتور كياخذوا فلوس. بالنسبه للشباب راه كلشي كيمشي كيجيب موتور وكيجي. هذيك السيده فاش حلات البوشون ديال القرعه ديال المناضه ديالها لقات كيدون، غوتات واحد الغوته، ما نقولش لك غوته خايبه، يعني كلشي ناض كيجري اش واقع، هي كتغوت. اشنو لقات كيدون خطيبها ولا راجلها ولا داك الشاب اللي معاها ما عجبوش الحال، ما داك الديكوليدات مبان في وجهه متزنق وتزير، خصوصا ان شي صعاليك ولاد القبيله ولا ولاد الدوار ولا داك الفيلاج ناضوا بركو كيطبلوا ليه وقالوا لي راه دور معانا، لقيتي كيدون لقيتي عندنا. اما واحد سي الكارسون مسكين كيبان لك كيتنهد، كيشوف في يدي وكيلعن فيها. الكيدون كان عندي وانا عطيته لها بيدي، ما عنيناش. السيد كيهضر معاها بحال بقى كيعاتب فيها على داك التصرف اللي دارت، لان كانت غتجبد له الصداع مع دوك الصعاليك اللي قالوا يدور معنا. المهم بقاو كيتغداو كيهضروا بيناتهم، هو ملي لقى البوشون داروا في جيبو. قالت له لا البوشون ديالي راني طلبت المناضه. قال لها صافي بحال لا، قالت له عطيني البوشون ديالي راه نديرو في صاكي. قال له لا، قال لها غادي ناخذو. قالت له لا تبوشوني عرفتها بصح، يعني كلشي دير الانتباه ديالها انها كتقول عطيني البوشون ديالي راه ديالي. هو كيشوف هكا كيبانوا ليه الناس جالسين حتى كيحاول يضحك ديك الضحكه ديال بالعاني وكيغمزنا كيقول انا الراجل انا اللي خصني ناخذ الكيدون. المهم واحد اللحظه نايض السيد باغي يغسل يدو ولا ما باغي يخلص، السيده اللي هي مراته تناضت لحد وشدات له في جيبو، صدقات طاحت في الارض. الناس بدات كتضحك، هو ما عجبوش الحال صرفقها. علاش هاد البساله غوتت قالت له عطيني البوشون ديالي. البوشون ولا العالم كله عارف البوشون كذا. المهم هو جبد البوشون مدو لها، قال لها هاد البوشون شحال داير؟ قال لها داير 3500 درهم. قال لها واش انت تخسرت عليك غير 3500 درهم؟ المهم لحلها البوشون، هي شدات البوشون حطاته فوق الطبله وجلست كتمسح في التصرفيقه اللي خدات. ناض واحد من دوك الصعاليق جا عندها قال لها اختي هاكي هاد قرعه الماء، مد لها قرعه الماء، بانت له البوشون، هز البوشون وهرب. الناس اللي جالسين شافوه هز البوشون وهرب كيموتوا بالضحك، هي كاع ما مسوقه ما دات ما جات، قالوا لها نوضي راه دالك البوشون. هي ناضت قالت خويا بلاتي، وهي تزلق طاحت على فمها. راجل غسل يدو خارج كيلقى المراه مغطى في الارض على فمها قد ما كان بعزو كيولى مدلول. هذوك الصعاليق واحد فيهم جا حيد لها لي بوط من رجلها وسير كيتملس لها في رجلها وكيدير لها في الترويض، وحدين اخرين كيهزوا فيها نوضي جلسي. المهم راجلها شاف داك الديكور بقى كيشوف، عرفتي تزير، خرج مشى السياره ديالو ويجبد لها الباليزه ديالها، جبد لها الصاك ديالها، جا حطهم لها، عرفتي خرج هز طوموبيلته مشى كمل طريقه وخلاها. المهم مسكينه كتهز صاكها كتجر باليزتها كتجي قدام المحطه وكتوقف، يعني كلشي كيشوف فيها كلشي، يعني الانظار موجهه لها وهي كتبان مزيره وجهها احمر ما حاملاش راسها. المهم طفلوا شي بنات ومشاو عندها سولوها، قالوا لها واش كيجيك شي حاجه؟ قالت لهم راجلي. قالت لهم راه يلاه جا من فرنسا ويلاه دوزنا العرس، وحنا دابا راه مريزيرفين في واحد الفندق في اكادير
كنا غاديين باش ندوزو فيه اسبوع العسل. قالوا لها ما عندوش تليفون، قالت لهم عنده، قالوا اتصلي به. المهم مشات لواحد التيلي بوتيك، عيطات ليه. ملي خرجت من التيلي بوتيك خارجه كتبكي بواحد الهستيريا، يعني جلست بقاو دوك البنات كيسكتوا فيها، مالك بغا يشدوي على شحال. انا دويت معاه قال لي صافي سيري لداركم راك مطلقه تتوصلك براسك. بقات فينا مسكينه صراحه، بقاو الناس كلهم كيتحسروا ليها وقالوا له علاش درتي هكا؟ قلت لهم انا غير كنضحك. ولا كتضحكي يعني؟ ما الضحك ماشي هكاك. وبداو كيبانوا عليها، وحده كتقول لها انا راجلي راه شريت لي طوموبيل، انا راجلي راه كتبت لي الدار سميتو. بقاو يأنبوا لها في الضمير ديالها. المهم ان الحافله ديالنا تحركات، مشينا في حالتنا وبقات مسكينه تما. يعني شي وحدين قالوا لها نوصلوك، شي وحدين قالوا لها بلاتي تيجي الكار ونخلص ونصيفطوك. ما عليناش، ما عرفناش شنو وقع بالضبط. المهم حبيت نشارك معكم هذه القصه، وحبيتكم انكم انتم تعطيوني لها عنوان. هي العين حق والسحر حق. صراحه كل شيء قوص عليهم. الله يغفر لنا والله يسمح لنا. نتمنى هذه القصه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنىكم ما تبخلوش علينا بالاشتراك وبتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.